السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا بكرة اللي هو الجمعة مباراتين في غاية الأهمية في الدوري المصري. المباراة الأولى الأهلي والمصري، والأهلي طبعا محتاج يكسب المباراة دي علشان يحافظ على وضعه في الدوري. المباراة التانية بين الزمالك وبيراميدز. المباراتين هيتلعبوا في نفس التوقيت اللي هو الساعة 9، وطبعا الزمالك أكيد هيكون محتاج يكسب المباراة دي عشان يستعيد ثقة جماهيره فيه، وبيراميدز هيكون محتاج يكسب المباراة عشان الدنيا ما تتطربقش فوق دماغه أكتر. طبعا أصعب إحساس عند الواحد لما يكون حاسس خلاص إن هو بطل الدوري وإن الدوري بتاعه، وفجأة يصحى من الوهم اللي هو كان عايش فيه. ودي الحقيقة اللي بصراحة بقالنا كتير عايشين قوي فيها، الكل يعيش الوهم والأهلي ياخد الدوري. بالنسبة لمباراة الأهلي والمصري، الأهلي طبعا في المركز الثاني برصيد 68 نقطة، والمصري في المركز الثالث برصيد 52 نقطة، فالمباراة هتكون مهمة جدا عند المصري. التشكيل المتوقع للنادي الأهلي إن محمد الشناوي هيبقى في حراسة المرمى، على اليمين عبد الفتاح وربيعة وعبد المنعم في الدفاع، وعلى الشمال طاهر. في وسط الملعب هيكون مروان عطية وأكرم توفيق. نص ملعب مهاجم هيكون عندك رضا سليم على اليمين، وفي النص إمام عاشور، وعلى الشمال حسين الشحات، وسام أبو علي بيلعب مهاجم صريح. بالنسبة بقى لتشكيل المصري هيكون جاد في حراسة المرمى، والسعداوي على اليمين، وعيد ودبش دفاع، والمحمدي على الشمال. في نص الملعب هيكون زدام وموسى، ونص ملعب هجوم على اليمين جابر، وفي النص فيصل، وعلى الشمال دغموم، ومهاجم صريح بن يوسف. بالنسبة لمباراة بيراميدز والزمالك، بيراميدز بيحتل المركز الأول في الدوري برصيد 68 نقطة، والزمالك بيحتل المركز الخامس في الدوري برصيد 45 نقطة. التشكيل المتوقع لنادي الزمالك: عواد في حراسة المرمى، عمر جابر على اليمين، فتوح وعبد الله السعيد في الدفاع، ومجدي على الشمال. رؤى وماهر هيلعبوا في نص الملعب، ونص الملعب الهجومي هيكون أوباما على اليمين، شلبي في النص، ونضاي على الشمال، وناصر منسي مهاجم صريح. بالنسبة لبيراميدز، الشناوي في حراسة المرمى، حمدي على اليمين، مرعي وسامي هيبقوا في الدفاع، وتوفيق على الشمال. نص الملعب توريه ولاشين. نص ملعب هجومي مصطفى فتحي على اليمين، والكارتي في النص، واللقاي على الشمال، ومايلي هيلعب مهاجم صريح. اكتب لي بقى توقعاتك للمباراتين دول، وإن شاء الله الدوري أهلاوي.